بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هتكلم في الفيديو ده عن سبب رئيسي لتسريب المية من الحوائط الخرسانية، وهناخد معانا الحيطة دي كمثال. ده سور خرسانة أو حيطة خرسانة، تحتيه قاعدة شريطية شايلة سور الخرسانة، والقاعدة الشريطية دي تحتها قواعد عادية أو طبقة نظافة تحتها. أكتر مكان بتتسرب فيه المية في الحوائط الخرسانية هو الفاصل بين الخرسانة العادية وبين خرسانة القاعدة الشريطية اللي شايلة الحيطة خرسانة. مهما عزلنا الحيطة من بره أو من جوه، أو عزلناها من بره ومن جوه من غير ما نعالج الفاصل ده، دايما هيحصل تسريب عندنا، وهيكون صعب إن احنا نكتشفه بعد كده، وصعب إن احنا نعالجه. طيب ايه الحل او ازاي نفادي المشكله دي ان هي تحصل عندنا من البدايه؟ كل الفكره كلها ان احنا بنفتح الفاصل بين القاعده العاديه وبين القاعده المسلحه على شكل حرف في او حرف 7 زي ما انا عامل صبعي كده. بنشيل جزء من الخرسانه في المسلحه، وبنشيل جزء من الخرسانه العاديه على شكل حرف في كده او رقم 7، ونبدا نعالجه بماده المعالجه زي سيكا جراوت 200 او سيكا جراوت 214. هوريكم شكل الفاصل وهو مفتوح، وهوريكم ازاي بنقدر نعالجه. دي كده الخرسانة العادية، ودي كده الخرسانة المسلحة بتاعت القواعد الشريطية. فتحنا الفاصل ما بينهم زي ما انتم شايفين كده على شكل حرف 7. بمجرد ان احنا بنشيل جزء من الخرسانة اللي تحت وجزء من الخرسانة اللي فوق، ونغوط لجوه في الفاصل اللي هو صبعي فيه ده، احنا كده عملنا اول خطوة في معالجة الفاصل. تاني خطوة ان احنا بنجيب مادة المعالجة اللي هي الجراوت، سواء كان من شركة سيكا او اي شركة بتعادلها، وبنبدأ نخلطها او نزود لها مية ونقلبها تقليب ميكانيكي بخلاط المونة او ببنطة الهيلتي القلاب اللي بنركبها في الهيلتي العادي، ونبدأ نقلبها لمدة 3 دقايق او زي ما مكتوب عندنا في الداتا شيت او المواصفات الفنية للمادة. وبعدين بنجيب موبايل محارة يبدأ يشتغل بالمادة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيملأ الفاصل بالكامل بالمادة، وبيملى جزء فوقيه وجزء تحتيه، وبكده بكون انا عالجت الفاصل تماما. يعني كأني ما عادش عندي فاصل في الحيطة الخرسانة. مجرد ما بعزل الفاصل ده، مجرد ما بعمل كل الخطوات اللي انا عملتها هنا في الحيطة برضو من بره، لو قدرت اعملها من بره واعزلها من بره ومن جوه في اماكن الفاصل كده، ان شاء الله بنسبة 100% ما هيحصلش عندي تسريب في الحوائط بتاعة البدروم، سواء كانت حوائط طوب او خرسانة، مع العلم ان الحوائط الخرسانة افضل بكتير جدا من الحوائط الطوب.